بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. معكم في الاكسرسايز رقم 15. المفروض ان هو عايز يعمل ابلكيشن بالجافا سكريبت يريبليس ذا فيرست ديجيت، يعني الرقم الاولاني من string حضرتك تدخله. بيقول لك من فضلك لازم يحتوي على الاقل 1 ديجيت اديجيت اهو، وتبدله برمز الساين الدولار دي عشان يتبدل بالرقم ده. يعني على سبيل المثال لو انا عندي مثلا واحد كذا 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 اتنين او واحد اتنين هنا كمان كذا كذا كذا، المفروض اللي يحصل شايف الواحد اللي في الاول ده، المفروض ان انا هاخد كل ده كوبي وابدل الواحد بالساين دولار. تمام. طيب انت اصلا عشان تبدا ان انت تبدل حاجه بحاجه، فانت محتاج فانكشن اسمها replace بالشكل ده. الريبليس بتبدا ان هي تبدل لك حاجه بحاجه. تمام، ده شيء معين. ده اول حاجه. الريبليس هنا بتاخد الحرف اللي انت عايز تبدله، رقم الاندكس بتاعه لو قلت مثلا زيرو، كوما مثلا علامة الدولار بالشكل ده. تمام. طيب اذا هي هتبدل لك اول حرف، طيب او اول كاركتر في الرقم اللي هو الاندكس زيرو. طيب لو كان هنا انا ما عنديش واحد وكان عندي اتنين جوه هنا، طيب انا هجيبها ازاي لو انا عندي كلام كتير؟ هي بقى دي الفكرة. في حاجة عندنا اسمها الريجكس، تمام، واللي هي بتديتكت عندي الارقام والحروف وهكذا. طيب عشان تديتكت فانت المفروض ان انت تعمل اتنين سلاش بالشكل ده شبه الكوما، وتحط بداخلها براكت من زيرو لغاية التسعة. انت عندك دي كده كل الارقام، حتى لو هي ارقام عشرية اللي هو 10 12 200 300 كده كده موجود. تمام. طيب ممكن حضرتك اللي انت ترمز لها برمز السلاش الناحية التانية بالدي. الدي اختصار للديجيت، برضو هي نفس الفكرة ان انت عشان تجيب الارقام. واخر حاجة خالص الفلاج اللي اسمه الجي. الجي دي اختصار لحاجة اسمها جلوبال، يعني انا لو عندي هنا 3 وعندي هنا 2، فهي اي رقم موجود عندي في التكست هتحوله لعلامة الدولار بتاعتي. طب يلا بينا نطبق الكلام ده عشان نفهم اكتر. انا هعمل دلوقتي كونست مثلا، وهقول convert مثلا to ساين دولار بالشكل ده. ده كده اسم الفانكشن بتاعتي. طبعا الاسم بتاعي مش كلين كود، بس خلينا دلوقتي. طيب هعمل مثلا الوورد بتاعتي كبارامتر، وهبدا ان انا اقول ان الوورد دي اعمل ريتيرن. طبعا عشان جوه سكوب هقول ان الوورد دي هتعمل حاجه اسمها ريبليس. ده فانكشن بيلت ان عندي في الجافا سكريبت، وهتديتكت عندي الرقم الاندكس بتاعه، وبعد كده المفروض ان انا هعمل هتبدلها لي بعلامه الدولار. طيب انا عندي السيرش فاليو زي ما موجود عندي هنا، المفروض تكون ايه؟ هستخدم نظام الريجكس. يعني انا لو جيت حطيت الكلام ده، المفروض لو جيت عملت كونسول دوت لوج للكونفرت، سوري، كونفرت، انا هنا مش عارف استدعيها بسبب ان انا عامل علامة الدولار. خلينا نشيل الدولار دي واحط الكونفرت هنا، وابدا احط الكلمة بتاعتي. طيب الكلمة بتاعتي اسمها ايه؟ اخد كل الكلام ده واشوف هي اتغيرت ولا لا. التلاتة اهي اتغيرت عندي بعلامة الدولار، بس الاتنين اهي ما اتغيرتش عندي لان هي بتاخد اول حرف فقط او اول رقم فقط. طب لو انا عايزها جلوبال، لو انا عندي مثلا هنا ارقام، تمام زي كده، وعايز ان الرقم اللي هو اللي اسمه الاتنين والارقام اللي بعدها تبدأ ان هي تتغير كلها، ففي عندي فلاج اسمه جي. جي دي لو عملتها بعد سلاش اي رقم موجود عندك هتتحول بالحاجة اللي انت عايز تحولها لك.